ازاي تقلل من اعراض الرهاب الاجتماعي بارت 4. معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. طبعا مش محتاجه ان انا افكرك ان انت لازم تشوف الفيديوهات اللي فاتت، لان الفيديو ده مكمل للفيديوهات اللي فاتت. الفيديو ده بقى انا عاوزاك تركز على حاجه مهمه جدا، عاوزاك تخرج خالص بره فكره هي الناس شايفاني ازاي، هي الناس بتبص لي ازاي، يا ترى الناس شافوني وانا خايف وانا متوتر، يا ترى الناس كانوا بيستقبلوا كلامي ازاي، يا ترى الناس هيعجبهم كلامي ولا لا. شايف بقى كل الافكار دي كده كلها، اخرج كده براها تماما. صدقني والله الافكار دي مش موجوده في حد غير في دماغك انت. صدقني الناس دي روحت بيوتها ونامت وارتاحت وما فكرتش نهائي بالطريقه اللي انت بتفكر بيها. وصدقني والله بنسبه كبيره محدش خد باله ان كنت انت متوتر او انت متوتره ولا لا. محدش بنسبه كبيره حكم عليك على الحاجات اللي انت بتقولها، وعادي الناس ممكن تسمعك من غير ما تحكم عليك. وان رهابك الاجتماعي هو اللي مصور لك الافكار دي، هو اللي مخليك تحس ان كل الناس هتبقى مترقبه، وان انت في حاله من الترقب القوي جدا لاي حد بيسمع منك اي حاجه. صدقني والله ده مش هيحصل بنسبه كبيره، ده مش هيحصل غير في دماغك وبس. ركز على اللي احنا بنقوله في الفيديو ده، ركز على كل الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. لو انت حاسس ان انت ما عرفتش تعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في كل الفيديوهات دي، ما تترددش او ما تتردديش ولو لثانيه واحده ان احنا نلجا لجلسات العلاج النفسي. لو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.